سلام مشاهدين، كي داير؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى من الله تكون لاباس عليكم كاملين. وغنصايب معكم هاد الكيكه اللي كتجي رائعه وكتجي مشكلطه، الكيكه ديال الكوكوط البنات. ونبداو بسم الله. خديت الكوكوط دهنتها كامله بالزبده البنات، كندهنوها بالزبده باش ما تلصقش لنا الكيكه، باش ملي نبغيو نزولو الكيكه نحيدو من الطيب تحيد لنا بسهوله. صافي كندهنوها بالزبده كامله كما كتشوفوا البنات، وكنرشها بشويه دقيق. صافي هنا ملي كنرشها بشويه دقيق البنات كنرشو عليها كامله، وكنحيد هذاك الدقيق اللي كيبقى ليا. هانتوما البنات شوفوا، صافي درت شويه دقيق كندوزو عليها كامله، يعني كندوزو عليها بهذا الشكل، كنضربها حتى كتعمر كامله بالطحين. واللي شاط كنحيدو نحيدو. صافي البنات هانتوما كنحيدو. صافي هنا ندوزو للمكونات. ها الكوكوط واش جبناه حيدنا علينا. خديت 3 الحبات ديال، خديت قبصه ديال الملح تعدلنا الذوق، وخديت 3 الحبات ديال البيض غنهرسهم البنات هانتوما. صافي هنا 3 البيضات وكاس ديال السكر سنيده هانتوما البنات، واحد الساشي ديال الفاني. كنخلط بالخلاط اليدوي. صافي هنا كنخلط به، ولا ديروا كلشي في الكاس ديال العصير وطحنوه. صافي كنخلط مزيان البنات كيتجانس داك الخليط. كنزيد كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت. صافي هنا كنخلط المكونات مزيان البنات حتى كيتجانسوا لي المكونات. كنزيد واحد المعلقه ديال الكاكاو المر، ونص معلقه ونص. الا بغيتي ديروا الشكلاط الحلو ديروا الشكلاط الحلو البنات. معلقه ونص تاع الكاكاو المر، معلقه عامره ونص. صافي هنا الا بغيتو ديروا الشكلاط الحلو ضيفوا الشكلاط الحلو. كل واحد واش كيبغي، كاين اللي كيبغي الكاكاو المر، كاين اللي كيبغي الشكلاط الحلو. صافي هنا بعد ما كنخلط المكونات مزيان البنات كيتجانسوا ليا، غنضيف الطحين. البنات الطحين راني مغربلاه. صافي غنضيف الطحين، وغادي نضيف واحد 3 الخمارات ديال الحلويات البنات، 3 الخمارات ساشي ديال الخميرات الحلويات. وهنا صافي كنضيفهم وكنخلط الخليط مزيان البنات، وكنبقى نضيف الطحين بشويه بشويه حتى كيتجانس لي الخليط. بعد ما ضفت دوك الخميرات الحلويات، الطحين كندير غير بشويه بشويه، يعني ما كنضيفوش نديرو دفعه واحده الطحين، لا كنديرو غير بشويه بشويه حتى كيتجانس لنا الكيك. ونحصلوا على واحد الخليط اللي هو ثقيل، وكنمشي كنتقلوه بزاف شويه وصافي. هنا ملي كنديرو شي زائد ديال 8 ولا شنو كيبقى عاد كيطول عاد كيحيد. كنديرو شي زائد ديال 8 ولا شنو خصو يطول واحد الخط، يبقى عاد كيمشي. خصنا داك الزائد ولا شنو اللي كنديروه بالخلاط يبقى عاد كيمشي كيطول شويه. صافي هنا غنزيد واحد المعلقه ديال الخل اللي كطلع لنا الكيكه وكتجي زوينه وكتجي رطبه وزوينه وكتجي حتى الكيكه طالعه. صافي درت معلقه ديال الخل وكنخلط المكونات مزيان وكنخليهم. صافي هنا غادي نمشي نجيب واحد شويه مكسرات، بغيت نضيف فيها المكسرات البنات. هادو المكسرات اللي بغيتو تضيفوهم، اللي مبغيتيش تضيفوهم ما تضيفوهمش، انا كيعجبوني في الكيك اختياريين. وصافي درت شويه الزبيب شويه اللوز وشويه الكركاع وشويه الشوكولاط شويه. صافي هنا الزبيب راني قطعته، وداك اللوز قطعته، الكركاع قطعته حسب الوليدات الصغار، لا نقطعوه رقيق لا بغينا نديروه. في الكيك كنديرو في الكوكوط، كنخوي في الكوكوط البنات ونخوي كامل، وكنضرب ديك ديك الكوكوط كنديو نجيبها يعني نحركها باش نضيف ديك الكيك في الكوكوط. كنحركو على هذا الشكل وكنسد الكوكوط وكندير الصفاره وكنشعل البوطه متوسطه. ولا كانت عندكم ديك الحديده اللي كديروها للطاجين ديروها تحت من الكوكوط باش العافيه توزع لكم على الكوكوط مزيان. الكيكه طيب دات ليا نص ساعه وشي حاجه. صافي خديت كاس ونص ديال الماء، وخديت معلقه ديال السكر سنيده. انا الحلاوه حسب كتبغيو البنات، اللي كيبغي الحلاوه بزاف يزيد. ومعلقه ديال الكاكاو المر، فيكم تضيفوا الشكلاط الحلو اللي كتفضلوا. معلقه ديال النشا ونص معلقه صغيره ديال النشا ونص البنات. هنا بعد ما كنضيفهم كنخلطوا داك المكونات مزيان، داك الصوص اللي غنسقيو به الكيكه كنخلطوه مزيان حتى كيتجانس لينا. من بعد كنديرو فوق من النار متوسطه البنات. كنخليه فوق من النار حتى كيبدا يتقال لينا، عاد كنحيدو تقال لينا البنات. كنحيدوه فوق من النار وكنضيفوا فيه الشوكولاط، قطع ديال الشوكولاط، وكنضيفوا واحد نص معلقه ديال الزبده، وكنخلطوا داك الخليط داك الصوص اللي غنسقيو به الكيك حتى كتذوب لينا ديك الزبده وكيذوب لينا حتى داك الشوكولاطه البنات. صافي من بعد ما كيذوب لينا هنا، الا كانت الكيكه بارده يكون هذا اللي غنسقيو به سخون، والا كانت سخونه خص هذه اللي غنسقيو بها تكون بارده. صافي هنا البنات غادي نخليها جانبا باش غنجيب الكيكه راه بردات نسقيها. الصوص البنات ها هو وجد. هنا الكيكه راه خليتها بردات، وهنا البنات دات ليا نص ساعه على النار متوسطه. دات ليا نص ساعه وطابت.
صافي هنا البردات البنات الكيكه غنحيدها. هانتوما ملي كطيب كتقلبوها بالعود باش الا كانت طايبه كتجبد لكم العجينه طايبه، يعني كانت خضراء غتجبد لكم العجينه خضراء. هنا من بعد ما بردات حيدتها من الكوكوط كنزينها بداك الصوص ديال الشوكولاته، داك الصوص اللي وجدت معكم ديال الشوكولات كنزينها به. هنا الصوص راه سخون البنات والكيكه بردات. هنا كنزينها بدوك الخطوط ديال الكوك. هنا البنات الكوك انا حمرته، انا كيعجبني حمرته، كيعجبني محمر، حمرته شويه. ولا زينوا به هكاك ولا زينوا بالكاكاو والمكسرات اللي كتبغيو زينوا به، كيبقى اختياري التزيين. انا زينت بالكوك حمرته شويه، كيعجبني المذاق ديال الكوك محمر البنات. صافي هنا من بعد ما زينتها نقطع واحد القطعه معاكم تشوفوا الكيك كيفاش كيجي. هنا البنات غنقطعو غنزيد الكوك لحقاش كيعجبني المذاق ديالو. صافي كنديرو في الكيكه وكناكلو البنات. شوفوا هنا كيفاش كتجي زوينه، كتجي طايبه وكتجي زوينه. دات ليا نص ساعه وشي حاجه البنات عاد طابت. يعني كتبقاو تقلبوها ملي دوز نص ساعه قلبوا النار تكون متوسطه حتى كطيب لكم البنات. من بعد ما كتبرد كتحيدوها من الكوكوط وكتزينوها بالصوص. راه كتجي بنينه، كتجي زوينه هاد الكيكه البنات. شوفوا كيفاش كتجي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم فقط انكم تشجعوني.